الفيديو ده طويل فأنا مش عايزك تمل، هو مش هيبقى طويل أوي، هو هيبقى عبارة عن دقايق، بس الدقايق دي هتفرق معاك جدًا في شغلك وفي حياتك اللي جاية، وهتطلع منها بمعلومة أنت هتستفاد منها بشكل كبير جدًا. حتى لو ما طلعتش بمعلومة كاملة 100% أنا أوعدك إن أنت هتطلع على الأقل ب20%، ما تستهنش برقم 20% إن هي معلومة صغيرة، لأ هتبقى معلومة كبيرة هتبدأ تفتح لك مجالات وتوفر لك حاجات في حياتك أنت مش ممكن تتخيلها. النهارده أنا هامسك لكم ChatGPT Work هو لسه نازل قريب، تمام؟ هافصصه لكم واحدة واحدة وأقول لكم أنتم ممكن تستفادوا منه بإيه. هنطبق مع بعض عملي وهنبص عليه وهنمسك جميع الحاجات اللي موجودة فيه واحدة واحدة. تعالوا نبص عليه سوا كده مع بعض. طيب. ده مبدئيًا الواجهة بتاعته بتكون بالشكل ده. أنا هاسيب لكم اللينك اللي تقدر تدوّن منه ChatGPT Work تحت في أول comment بحيث إنك تعمل له download تمام، أنت هيكون عندك account على الGPT بس هو هيبقى المدفوع، وعلى فكرة في صفحات كتير بتعمله ب400 جنيه باين على ما أظن أو حاجة زي كده. طيب، لو جيت بصيت معايا هنا هنبُص هنا مع بعض تمام، هتيجي تبُص فوق هتلاقي عندك حاجة اسمها ChatGPT Work لو أنت ضغطت كده هتلاقي في قايمة بتنزل لك في عندك GPT Work في عندك كودكس، كودكس ده هيبقى خاص للناس الdeveloper والناس اللي شغالة في الvibe coding فما لناش دعوة بيه خالص، إحنا ناس على الله، حلو الكلام، وهنبدأ نستخدم اللي هو الwork. طيب، دي عندك new task عندك الproject عندك schedule عندك الplugins site وchat والtask هنا كلها فاضية. طيب، إحنا هناخد واحدة واحدة منهم مع بعض وهنفصصها سوا. طيب، لو جيت بصيت معايا هنا تحت في عندك حاجة اسمها approve لو أنت ضغطت عليها بيظهر لك قايمتين، عندك ask for approval ده أنت كل خطوة بيعملها ChatGPT Work ما بياخدش خطوة إلا لمّا ييجي يقول لك والله أنت موافق على الخطوة دي، يا تقول له أوكي، يا تقول له لأ. طيب، تحت اللي هو approve for me يا باشا أنت اتكل على الله وعيش حياتك والدنيا كلها جميلة واعمل approve لكل حاجة. طيب، لو جينا هنا في جنب دي الmodels اللي إحنا بنستخدمها، لو إحنا ضغطنا هنا تمام، ثانية واحدة. الmodels عندك هنا الmodels اللي هي Sol وTira وLuna دول آخر models نازلة جداد اللي هو 5.6 عندك 5.5 5.4 و5.4 mini دول الإصدارات اللي قبل الأخيرة ال3 دول هم الأقوى، طبعًا ده كويس ده قوي ده قوي جدًا. لو إحنا اخترنا Sol تمام، وضغطت هنا على الadvanced بييجي يقول لك هنا مستوى الsmart بتاعه عامل إزاي، لو أنت جيت يقول لك والله كده قليل ترجع هنا قدام هنا smarter طبعًا إحنا هنيجي في النُص هنخلّينا على الmedium خلّينا الحنين والخفيف. طيب، هنيجي نبُص هنلاقي دي الواجهة بتاعتك، لو جيت بصيت عندك في هنا حاجة اسمها choose projects وحاجة جنبها اسمها الplugins دي الplugins اللي إحنا بنشتغل عليها، ودي الprojects اللي أنت المفروض بتختارها. طيب، لو جيت بصيت هنا في عندك هنا projects وفي هنا projects تمام. طيب، project دي أنت بتبدأ تحدد مساحة هو بيشتغل فيها، بمعنى إحنا دلوقتي على الكمبيوتر إحنا بتيجي تشتغل choose project أنت بتختار المكان اللي أنت هتشتغل فيه، أنت هتحدد له folder يا باشا الfolder ده بتاعك أنت ابدأ اشتغل عليه. لو جينا بصينا هنا لو ضغطنا على choose project سواء من هنا أو من هنا، حلو الكلام، سواء من هنا أو من هنا، خلاص، لو إحنا ضغطنا هنا هييجي يقول لك عايز start from scratch إحنا هنبدأ مشروع جديد سوا يا باشا والّا use an existing folder لو إحنا use existing folder أنت بتدّي له access إن هو يبدأ يخش على الكمبيوتر بتاعك وينقي folder معين. طيب، في folder إحنا هنستخدمه سوا أنا هاوريه لكم قبل ما نخش عليه. طيب، لو جيت بصيت هنا عندي على الdesktop تمام، في عندي هنا folder اسمه المصاريف الشهرية، المصاريف الشهرية ده لو جيت دخلنا عليه سوا هنلاقي فيه 3 ملفات Excel كلها ملفات وهمية أنا عملتها كده المفروض إن هي بتبدأ تضبّط مصاريفك الشهرية. عندك هنا المصاريف شهرية، مصاريف ثابتة متكررة، ومصاريف سنوية. لو إحنا دخلنا هنا قُلت له يا باشا أنا عايز هاختار folder أشتغل عليه من الكمبيوتر، هيقول لي هتختار إيه؟ طبعًا هتختار هنا تنقيه، هو على الديسكتوب هنختار المصاريف الشهرية. طالما أنا حددت الproject ده خلاص هو كل شغله هيبقى في الwork space. طيب، لو أنا جيت قُلت له مثلًا أنت عندك كام ملف أنا آسف، أنت عندك كام ملف في المساحة اللي هنا في الfolder ده، حلو؟ هنشوف هو هيقرا وهيفهم أنا عندي موجود إيه. طيب، هو بيقول لك هو هيعمل هافحص محتويات المجلد الحالي واحسب الملفات بما فيها الملفات داخل الإيه، البتاع. قال لك أنا عندي 3 ملفات في المجلد ده وما فيش ملفات إضافية. طيب، إيه الملفات ونوعها إيه؟ أنا عايز أفهم هو قادر يقرا اللي جوّه والّا لأ. تمام، قال لك خلاص أنا هاشوف الملفات اللي جوّه وأقراها، قال لك والله أنت عندك مصاريف شهرية، مصاريف ثابتة متكررة، ومصاريف سنوية.
طيب لو جيت قلت له انا عايز اعمل ملف وورد فيه ريبورت بالمصاريف بناء على ملفاتي اللي موجوده هنا. حلو الكلام. واقول له يا باشا اشتغل. لو جيت بصيت هو هنا بيشتغل، تمام، بيبين لك في التاسكس هو شغال على ايه. يقول لك والله احنا شغالين عدل الملفات واشتغلنا هنا في فولدر اسمه المصاريف الشهريه اللي موجود على الجهاز. انا طلبت منه ان هو يبدا يعمل لي ريبورت. قال لي انا هراجع جداول المصاريف ومحتواها، تمام، باستخدام مهاره الجداول، وهبدا انا ابني لك ريبورت بالارقام والتصنيفات اللي هي موجوده. هنتابع مع بعض ونشوف. حتى لو جيت بصيت هنا بيقول لك والله هو بيبدا هيبص على الموضوع ده. قال لك هجمع لك في البيانات الاصليه ملخص والتوزيع من الموجود في الاكسل كتقرير، تمام. هنا بيبدا يحدد لك هو ايه اللي ماشي بيه، يعني ايه الخطوات او الستبس اللي هو ماشيها وبيعملها ازاي، تمام. هو هيبدا يعمل هنا editing فايل. على فكرة أنا متعمد أسيب لك الفايل اللي ورا مفتوح، تمام، عشان تشوف هو بيبدأ يحط لك هنا الاوتبوتس والكوماندز اللي هو بيشتغلها ورا. احنا الفايل ده ما كانش فيه غير الثلاث ملفات دول بس، بدليل ان هو بدأ خلاص يتفاعل ويبدأ يشوف هو هيعمل ايه. طيب في نقطة وهو شغال لاحظها، بيجي يقول لك يا باشا والله أنا في نقطة مهمة، في ملف الشهر فيه 36,000 جنيه 155 مقابل ميزانية 36,000 جنيه، وملف الثوابت فيه السجل منفصل، في هيكرر بعض المصروفات، فهخلي التقرير يعرض كل مصدر بوضوح من غير ما يجمع أرقام متكررة ويطلع إجمالي مضلل. هو بيبدأ يفكر ويقول لك الدنيا فيها ماشية إزاي، واخد بالك أنت؟ طبعا زي ما انتم شايفين دي الستبس اللي هو ماشي فيها. هيعمل فحص للبنية وبعد كده هينشئ ملف موحد، بعد كده هيراجع الأرقام قبل ما يصدرها بشكل نهائي. طيب لو جينا بصينا هو هنا خلص الفايل، حلو الكلام، وعمل تقرير المصاريف الموحد. بس هو غلط في غلطة. أنا قلت له إن أنا تقريبا كنت قلت له آه أنا عايز أعمل ملف. طبعا هو ما فهمش دي، أنا كان قصدي وورد، هو قراها مورد فهو عملها لي في ملف اكسل. طيب لو جينا فتحنا ملف الاكسل هنا هو بيعرضه لك في جنب، في عندك ورك سبيس بيعرض فيها، تمام. ده الملف الجديد اللي هو طلعه بناء على الملفات اللي موجوده. طبعا عايزين نكبره بنكبره بالشكل ده. لو جيت بصيت يعني هو جامد، هو جامد. يعني انا هنبص هنا على الفولدر نفتحه سوا. حلو الكلام. في عندي الاوتبوتس، في عندي الاكسبنس ريبورتس، ده الريبورت الموحد عمله لك التقارير عملها في صور، في نفس الوقت حط لي ملف الاكسل كامل زي ما انتم شايفين هنا. حط المصاريف السنويه، السداد الثابت، المصاريف الشهريه، يعني هو من الاخر جاب كل حاجه وبدأ يعملها. طيب لو جينا بصينا مع بعض، ماشي، في نقطه عايز ابينها لك. خلاص الورك ده خد تقريبا 5 دقايق و3 ثواني، 5 دقايق و3 ثواني، يعني حاجه جميله ما شاء الله. طيب لو احنا قفلنا التاب دي، تمام، هنيجي نقول له نيو تاسك. حلو الكلام. ونبص سوا مع بعض. طيب لو انت جيت قلت تشوز بروجكت تاني زي ما انت شايف هنا معايا، طيب لو احنا ضغطنا على تشوز بروجكت هيجي يقول لك ستارت ولا سكراتش. طبعا هيجي يقول لك في هنا البروجكت فيه مصاريف شهريه. اقول له والله احنا عايزين برضو نفس المصاريف الشهريه. حلو الكلام. وهقول له انا عايز اعمل باوربوينت بالمصاريف الموحده بتاعتي. اقول له يا باشا اشتغل. حلو الكلام. المفروض ان هو هيبدا يجهز باوربوينت بنفس القصه بنفس كل حاجه ويبدا يشتغل عليه. طيب هو بيشتغل وانا عايز اعمل اي حاجه. لو انت عملت في عندك باك سلاش بت، اخترنا بت، انا اسف هنقلبه انجليزي، خلاص بت اللي هو الحيوان الاليف عندك هنا. ويك اواي. لو جيت بصيت هنا ويك اور تيك اواي ذا ديسكتوب بت. طيب احنا هنختاره زي ما انتم شايفين، تمام. خلاص احنا اخترناه.
تمام. هو عندك هنا صغنن تحت هنا اهوّة زي ما أنتم شايفين. طيب هو بيبدأ يشتغل، لو أنا اخترت مثلًا هادخل هنا على ده LinkedIn عندي، هو هنا هيفضل شغال البتاع الصغنون ده يدّيني أكشن أو يدّي لي إيه اللي بيحصل، يعني هو بيقول لي إحنا هنا لسه شغالين، حلو. هو بيقول لي إحنا هنا محتاجين منّك reply. لو أنا رجعت تمام، هنا لسه ما فيش reply ولا حاجة. خلاص reply دي أنا آسف أنت بتبدأ تتكلم معاه. هنا ده خلاص هو نشأ لي زي ما أنتم شايفين الحيوان الpet ده. خلاص. هو طيب هو هنا يعني بيقول لي في نقطة هنا، أنا شُفت مثلًا إن يوليو كان وصل 36,000 والميزانية 36، يعني كان في أنا تجاوزت الحد الفعلي للمصروفات. قال لك أنا هابروز الموضوع ده في الPowerPoint بتاعك. قبل ما نكمل يا جماعة share بعد إذنكم عشان الناس تستفاد، ولو ما حدش عمل share وتفاعلتوا معاه أنا مش هانزّل الفيديو بتاع الكلود اللي جاي، باقول لكم أهو، ده تنبيه وتحذير. طيب أنا عندي هنا خلّص الPowerPoint هنبُص عليه مع بعض. هنا عمله لي بالمنظر ده. simple بسيط، حلو. أخد بالضبط 14 دقيقة علشان يعمله. بعد ما شُفنا الPowerPoint هنخش هنا على الfolder. حلو. هنخش على الoutput برضه، هتلاقي هنا الPowerPoint معمول. تمام. بحيث إنك تبدأ تعدِّل عليه زي ما أنت عايز. أنا الPowerPoint دي عاجباني، يعني أنا شايفها simple وحلوة. حلو. طيب في تريكاية بقى حلوة، في تريكاية حلوة بقى إحنا ممكن نعملها. إيه هي؟ لو أنت جيت هنا قُلت له أنا عاجبني الPowerPoint ده وعايز أعمله مهارة وأثبّتها، بحيث إنك لمّا تيجي تعمل أي PowerPoint هتطلع لك هي بالشكل ده. طيب لو إحنا قُلنا له كده إيه اللي هيحصل؟ نبُص كده سوا مع بعض. إحنا ممكن نقفل هذا الحيوان الأليف الصغير، خلاص إحنا مش محتاجينه دلوقتي، اركن بعيد كده. لو جيت بصّيت راح كاتب لي قال لي تمام، أنا هاحوّل الموضوع دوّة وهاثبّت المهارة دي مع كودكس في الPowerPoint المخصصة لتحويل الملفات. هنبُص مع بعض ولمّا يثبّت الskills هاورّيك شكلها عامل إزاي وإحنا هنبدأ نستحضرها إزاي. تمام. ده طبعًا أي حاجة يعملها عجبتك الskills أو عجبتك شكلها، قُل له يا باشا اعملها لي skills، يعني حوّل لي اللي أنت عملته ده لskills. لو جيت بصّيت قال لك أهو، إن هو هيعمل تغليف للPowerPoint نفسه ويثبّتها في مكتبة المهارات الشخصية، بحيث إنك تقدر تستخدمها بعد كده لأي تقرير فيه مصاريف جديدة، بحيث إن أنت ما تتوهش، هيبقى نفس الشكل عندك ثابت، وده هينفعك في شغلك سواء Excel سواء Word سواء التصميم أو الdesign اللي هو هيطلّعه أو اللي أنت هتخلّيه يعمله لك يبقى ثابت بعد كده، ما نقعدش بقى نحرق مع بعض بنزين، لأ الشكل مش عاجبني، لأ الشكل اللي فات كان أحلى، كده يعني. لو جيت بصّيت هتلاقي هو فعلًا عمل الskills وعندك هنا مكتوبة بالأصفر، مكتوبة بالأزرق هنا أهي زي ما أنتم شايفين، المصاريف الموحّدة. حلو. خلاص دي الskills بتاعتك. طيب أنا عايز أجيبها هاعمل إيه؟ حلو. زي ما أنتم شايفين إحنا مع بعض أهو، في قلب الchat خلاص اللي هنا هتعمل backslash، هتنزل تحت، 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 تحت كل دي الskills، كل دي الskills هتنزل طبعًا هو كاتبها بالعربي هتلاقيها أهي. هتلاقي المصاريف الموحدة، تختار الskills وتبدأ أنت تستخدم الskills على الPowerPoint اللي جاي. حلو. طيب ممكن نعمل إيه تاني؟ هناخد إحنا هنا new task. تمام. اقفل بقى كل ده يا باشا كده وأقول له خلاص. هنقول له مثلًا أنا عايزك تعمل search على أفضل 3 موبايلات في العالم. حلو. وحُط كل search في tab لوحدها. هنا أنا باخلّيه يعمل search ويفتح لي الtab اللي عمل فيها search أو جاب الsearch ده منين. هنبُص كده مع بعض سوا. هنا خلاص هيستعمل مهارة التحكم في المتصفح وهيفتح 3 tabs زي ما أنا قُلت له منفصلة، وهيختار أفضل الهواتف الحالية.
طيب هو هنا بدأ يفتح الكروم ويفتح اليو ار ال قدامي هنا اهو زي ما انتم شايفين، وهيبدأ يفتح لي 3 تاب بحيث ان هو يفتح. هو قال لي عندك ايفون 17 برو ماكس، حلو الكلام، وفي هنا عندك جالاكسي سامسونج اس 26 الترا، وعندي جوجل بيكسل. تمام، خلي بالك هو لسه بيعمل سينكينج ويشوف. هو فتح لك التابات اهي، حلو الكلام. في حاجه بقى حلوه انك ممكن تفتح هنا آه تعمل براوز جديد بقى، تحط بقى فيه تكتب بقى، تفتح الفيسبوك بتاعك او تفتح مثلا اليوتيوب. حلو، هنفتح اليوتيوب سوا اهو، ماشي. ما الدنيا جميله يعني، وتبدا تعمل، عايز تفتح حاجه هنا تبقى موجوده وتبدا انت تتعامل معاهم، مفيش مشكله. خلاص يعني نيجي هنا للهوم، نيجي للشورتس. تمام، بيبدا هو يجيب لك الشورتس ويجيب لك الهوم، وتبدا انت تنطلق وتشوف انت عايز تعمل ايه على اليوتيوب او اي صفحه، انت مهما كان الصفحه اللي انت هتفتحها. هنقفل كل ده. طبعا عايز تكبر كبر، عايز تصغر صغر، عايز تفتح التاب بتاعتك افتح. تمام، عايز تفتح سلايد تاسك، هنا هنفتح تاسك جديده. تمام، انت هتبدا تكتب التاسك اللي انت عايزها جنب التاسك اللي قدامك، يعني هنا هيبقى فيه تاسك وهنا تاسك، يعني 2 تاسك جنب بعض. حلو. طيب احنا هنقفل بقى كل الكلام ده خالص. حلو، وهنعمل نيو تاسك. لو جيت بصيت في عندي هنا البلجنز، ومن هنا البلجنز نفس القصه. طيب لو انا ضغطت على البلجنز كده، بيجيب لك الحاجات اللي انت ممكن تعمل لها كونكت معاه. طيب دي الحاجات اللي هي بتبقى تبع جوجل، هو عاملها لك. دي الحاجات اللي انت البرودكتيفيتي اللي هو بقى زي الكليك اب ونوشنز والكلام ده كله براحتك اللي انت عامله. تمام، ودي الحاجات اللي معمول لها كونكت او معمول لها انستول. طيب احنا هنستفاد منها ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال هقول له، يعني على سبيل المثال هقول له افتح الجي ميل وشوف اخر 3 رسائل. المفروض ان هو بيعمل كونكت على البلجنز اللي هو واخدها. طيب لو جيت بصيت هنا هيبدا يدخل على الجيميل، بيقول لك السورس ان هو داخل هنا على الجيميل، وهنا بدا يعمل يوزنج الجيميل. تمام، وهنا هيجيب لك اخر 3 رسائل. قال لي والله انا وجدت ال3 رسائل بتاعه اللينكد ان. حلو الكلام. طيب احنا ممكن نعمل حاجه من هنا، هقول له عايزك انا عايزك دايما فكرني الساعه 10 صباحا كل يوم باحدث. شوف هيرد علينا هيقول ايه. لو جيت بصيت هنا خلاص هو عمل لي تذكير، هيبقى ريمايندر كل يوم الساعه 10 الصبح بتوقيت القاهره زي ما انت شايف هنا اهو. هيبعت لي ريمايندر باخر 3 رسائل. لو جيت بصيت عندك هنا في سكادول، لو ضغطنا عليها هيقول لي عندك الريمايندر اهو. حلو الكلام، انا هديك احدث 3 رسائل كل يوم الساعه 10 الصبح. تحت فوق هنا البروجكتس اللي احنا اشتغلنا عليها سواء زي ما انتم شايفين. نيجي هنا عند سايت. لو انت ضغطت عند سايت هنا هتيجي تقول له مثلا كرييت نيو سايت. كرييت نيو سايت هيقول لي والله انت عايز تعمل ايه؟ هقول له اعمل بحث عن احدث السيارات الكهربائيه. حلو، ونشوف هو هيعمل لي ايه. لو جيت بصيت هتلاقيه بيقول لك انا هبني لك موقع عربي حديث عن احدث السيارات الكهربائيه مع بحث موثق ومقارنه واضحه بين ابرز الطرازات. هنشوف هو هيطلع ايه وشكله هيبقى عامل ازاي. طيب هو بيقول لي انت هتختار حاجه من دول، انت عايزه يبقى شكله طيار ولا صاله مستقبل ولا التقرير؟ والله احنا هنقول له مثلا خليه رقم 1. تمام، نشوف رقم 1 شكله هيبقى عامل ازاي يعني. طيب هو خلص معايا الويب سايت اللي احنا المفروض نعمله. لو فتحناه هنا مع بعض هنا اهو، نفتحه كده سوا. ادي الويب سايت هو مسميه تي طيار يعني. تمام، ادي المقارنه. تمام، دي العربيات اللي هو عملها. والله الويب سايت مش وحش، حلو والله يعني لذيذ يعني. واحنا ما بنعرفش نعمل حاجه اصلا يعني، تخيل انك عملته بسهوله كده في ثانيه يعني. طيب هنا في نقطه معينه، ان انت لو هنا عايز تعمل له شير. تمام، آه، في عند جاست مي. لو انت عايز تعمل له شير فينا جاست مي، لو ما حدش عايز يشوفه هنا فور اني وان، هنا بتعمل ببلش. حلو الكلام.
وبتاخد اللينك اللي هو ده وبتديه لاي حد، خلاص هو كده بقى ببلش على الشات جي بي تي سايت. تاخد كوبي لينك وبتروح في اي حته تفتح السايت بتاعك. طيب لو جيت بصيت هنا اخر حاجه هنا اللي هي الشات. ايه هو الشات؟ اللي هو الشات زي الشات اللي انت بتعمله على على الصفحه عندك، يعني تفتح شات جي بي تي وبتعمل منه شات وبتاع. طيب ايه الفرق بين الشات وبين ده؟ الشات ده للشات، وده للتاسكات، انت بتدي له مهام. تمام. آه اتمنى ان انا اكون غطيت كل حاجه وكل حاجه مهمه بالنسبه لكم. ولو كان الفيديو مفيد ارجوك اعملوا له شير، خلي اخوكم يستفيد. ولو عايزين كلود اكتبوا لي كلود في الكومنتات وهبدا اعمل له فيديو كامل ليه. وبالتوفيق ليكم دايما يا رب ان شاء الله. مع السلامه.